في سؤال بسيط بس مهم جدا. ليه مشاريع كتير بتبدأ بقوة وتنتهي بالفشل؟ ليه ناس بتبدأ بفكرة صغيرة وتكسب ملايين، وناس تانية تبدأ بفكرة عظيمة وتخسر؟ الفرق مش في الحظ، الفرق في إدارة المشروع. النهاردة هقولك ازاي تدير مشروعك صح بخطوات بسيطة وواضحة، هتفرق معاك جدا لو طبقتها. قبل أي حاجة لازم تسأل نفسك، أنا بعمل المشروع ده ليه؟ مش كل فكرة حلوة تنفع تبقى مشروع ناجح، ولا كل مشروع ناجح لازم يكون ضخم. حدد هدفك، هل هدفك تكسب فلوس، ولا تبني اسم، ولا توفر خدمة؟ كل هدف ليه طريقة إدارة مختلفة. اللي مش محدد هدفه بيتوه في أول مطب. بعد ما تحدد الهدف لازم تخطط صح. الخطة مش ورق، الخطة رؤية واضحة. اسأل نفسك، هبدأ ازاي؟ مين اللي هيشتغل معايا؟ ايه اللي محتاجه علشان أبدأ؟ وامتى اقدر اقول ان المشروع نجح؟ قسم مشروعك لمراحل صغيرة، وكل مرحلة ليها هدف. النجاح الكبير بيبدأ بخطوات صغيرة متخطط لها كويس. مفيش مشروع بينجح لوحده، حتى لو انت اللي بتعمل كل حاجة بنفسك. لازم يكون حواليك دعم، ناس تشجعك، تنصحك، او حتى تنفذ معاك. اختار الناس اللي بتحب الشغل، مش بس اللي عندها مهارة. وخلي التواصل بينهم دايم وواضح، علشان الكل يبقى فاهم رايح على فين. واحدة من اهم مشاكل المشاريع هي سوء إدارة الوقت. في ناس تشتغل كتير جدا بس مفيش نتيجة، وفي ناس تشتغل بذكاء وبتنجز اكتر. خلي دايما عندك اولويات، اعمل المهم الاول وبعدين الباقي، وما تضيعش وقتك في حاجات ملهاش عائد. ادارة المشروع مش مجرد تنفيذ، دي عملية مستمرة. كل فترة راجع اللي عملته، هل المشروع ماشي في الاتجاه الصح؟ في اخطاء لازم تتصلح؟ في افكار ممكن تطورها؟ اللي بيتابع مشروعه باستمرار بيقدر يكتشف المشاكل بدري قبل ما تكبر. مش كل مشروع لازم ينجح من أول مرة، بس كل تجربة حتى لو فشلت هي درس بيفيدك أكتر من أي كورس. المهم إنك ما تكررش نفس الغلط مرتين. اسأل نفسك بعد كل تجربة، أنا اتعلمت إيه المرة دي؟ هتتفاجئ قد إيه التجارب دي بتبنيك كرائد أعمال أو مدير ناجح. في النهاية إدارة المشروع مش علم صعب، هي طريقة تفكير وخطة والتزام وتطوير مستمر. وهتوصل للنجاح الحقيقي. ابدأ بخطوة صغيرة بس امشي بخطة كبيرة.